طيب، في البداية أعرفكم بنفسي. أنا أحمد ماهر، أنا سينيور جرافيك ديزاينر. الحمد لله بشتغل بقالي أكتر من 6 سنين. ال6 سنين كلهم بلا استثناء كان خبرتي فيهم جولف اريا بشكل عام. الحمد لله. أنا أول مكان اشتغلت فيه كان بيزنس فاميلي. بدأت فيه كجونيور جرافيك ديزاينر، حتى ما كنتش جونيور بمصطلح الجونيور دلوقتي. كنت بس مجرد إن أنا بقص صور وبجيب صور من شاتر ستوك عن طريق نوهات، واحملها للديزاينرز عشان يشتغلوا. الحمد لله بعد سنتين كنت انا تيم ليدر، وبدات ان انا حسيت ان انا اكبر من المكان، وبدات ان انا اخرج واشوف السوق بره. في خلال الفتره دي الحمد لله انا اشتغلت مع المكتب الاعلامي لحكومه دبي، وده حاليا وهيئه النقل والمواصلات في دبي، وكمان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة النقل والمواصلات في دبي في أكونت تاني أو مطارات دبي. واشتغلت مع جامعة القصيم، اشتغلت مع جامعة الملك عبد العزيز، اشتغلت مع وزارة الحج والعمرة. طبعا برضو برنامج خدمة ضيوف الرحمن. بالمناسبة برنامج خدمة ضيوف الرحمن في كامبين إن شاء الله تشوفوها. لو حد معانا هنا موجود في السعودية، ففي كامبين هتشوفوها قريب لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، هتكون مكسرة الدنيا في السعودية كلها بلا استثناء بجميع وزاراتها. اشتغلت مع الديوان الملكي في قطر، وزارة الثقافة، وزارة التعليم. وبرضو في البداية اللي صمم البرزنتيشنز اللي انتوا هتشوفوها على مدار الكورس ده هي جهاد إبراهيم. جهاد كانت موجودة معايا في أول سيشن عملتها. والله هو المفروض إن أنا أشترك، مش عارف ازاي هقفل. جهاد كانت مشتركة معايا في أول كورس، عملته مع كيف بدأ. الحقيقة كنت شخص شاطر جدا ومتميز، وبعد كده اشتغلنا مع بعض تقريبا بقالنا داخلين في 10 شهور. فخلونا نبدأ كده مع بعض. ان احنا دايما بنسمع كلمتين الا وهما اللاي اوت والانفوجرافيك. طيب، تحبوا في البداية ان في بعض الأسئلة بتكون أسئلة تكرارية، تحب أسألها لكم وتجاوب عليها، ولا أدوس؟ طيب، ببساطة شديدة احنا عندنا 3 مصطلحات أساسية، وده الاستراكتشر اللي إن شاء الله هنمشي فيه على مدار بإذن الله التلات سيشن أو الأربعة، على حسب العدد اللي احنا هنمشي فيه. عندنا ديزاين، وعندنا لاي أوت، وعندنا انفوجرافيك. الديزاين ببساطة شديدة هو بيكون عبارة عن عملية إبداعية بتهدف إن هي تحل مشكلة معينة، أو إن هي توصل رسالة معينة عن طريق وضع بعض العناصر الموجودة داخل مساحة محددة، اللي هي مثلا أشكال، ألوان، نصوص، جرافيك elements، بحيث خاطر أوصل هدف محدد أو ألبي احتياج محدد. يعني إيه؟ يعني لو أنا فتحت باك جراوند بيضة وكتبت عليها أي رسالة في الدنيا، يعني كتبت عليها أي مسج بدون اي حاجه، فده اصلا يعتبر ديزاين. يعني لو باك جراوند بيضه وكتبت عليها مثلا آه اي حاجه، مفيش في دماغي حاجه دلوقتي، بس لو كتبت عليها اي حاجه. الناس دي لسه عماله تخش. طيب، كتبت عليها اي حاجه محدده، فده يعتبر اصلا في الاساس ديزاين، حتى لو كان باك جراوند بيضه. يعني الكلاينت اللي بيجي لك وبيقول لك انا في الاساس كنت ديزاينر، فهو هو يعتبر ديزاينر. طالما عمل حاجه او وصل رساله معينه او وصل رساله محدده، فهو ديزاينر. فهنا نطلع من ده بكونسبت واحد اساسي ومهم جدا جدا جدا. هو ايه؟ هو ان الديزاين في الاساس هو مسج. فلو انت ما قدرتش توصل المسج بتاعتك دي، فانت ما عملتش ديزاين كويس، او الديزاين بتاعك غير ناجح، او الديزاين بتاعك ملوش لازمه بمعنى صح. طيب، الحاجة التانية بعد كده عندنا اللاي اوت. طيب، قبل ما نخش في الديزاين، احنا عندنا حاجة اسمها principles ديزاين، او مبادئ التصميم. مبادئ التصميم ان شاء الله هبعت لكم بعض المصادر ان انتوا تذاكروها منها. احنا برضو هنشرح تحت بعض المصادر او جزء من المبادئ دي. بس معلش دقيقتين بس عشان الأذان. طيب، يلا بينا. ففي الأساس قلنا زي ما قلنا إن الديزاين الهدف منه، أو الديزاين في الأساس هو عبارة عن مسج محددة أنت لازم إن أنت توصلها. تمام. دي النقطة الأولانية. النقطة التانية اللاي أوت. اللاي أوت هو فن أو علم ترتيب الصور أو ترتيب العناصر داخل مساحة محددة، عشان خاطر أوصل رسالة معينة واخدم مسج معينة أنا عايز أوصلها. يعني إيه؟ يعني الديزاين
هنجيلها تحت عشان ما نحرقهاش. بس ببساطة شديدة الديزاين هو العناصر اللي هتبقى موجودة داخل مساحة محددة. اللاي اوت هو ترتيب العناصر دي في مين فين بناء على المسج اللي انا عايز اوصلها او الشعور اللي انا عايز اوصله. اما الانفوجراف بقى هو عباره عن ايه؟ الانفوجراف هو عباره عن وسيله بصريه بعرض بينها بيانات واشكال بشكل مبسط، بحيث ان انا اوصل الرساله بشكل اسرع واوصل كميه داتا او اوصل محتوى كبير بشكل بسيط او بشكل سريع، والناس تقدر ان هي تفهمه بشكل سهل وسلس جدا. فبعمل ده عن طريق ايه؟ عن طريق مثلا ان انا بستخدم ايقونات معينه، بعمل ده عن طريق ان انا بستخدم الوان محدده. الالوان ليها دلالات بتوصل المسج او بتوصل الرساله دي. بعمل ده عن طريق مثلا ان انا عندي فقره ممكن اختصرها بايقونه معينه ومعبره. فبالتالي ده بيسهل للعين ان هي تفهم المحتوى ده بيتكلم عن ايه، وبنقله بمعنى اصح. ممكن في حاجه كده بنعملها في الانفوجراف، ان انا مش شرط ان انا في شغل الانفوجرافيك ان انا كل المحتوى بتاعي يكون الناس هتقراه 100%. بس انا بلعب على فكره ان 50% من الناس او 60% من الناس اللي هتشوف الانفوجراف ده تبقى فاهمه الفكره العامه او التوبيك العام اللي انا بتكلم عليه جوه الانفوجرافيك ده او جوه الديزاين ده. فببساطة شديدة لو احنا عندنا تلات دوائر، التلات دوائر دول متقاطعين مع بعض. فايه الدايرة الأساسية أو اللي هتكون في النص واللي على أساسها بيتمحور كل حاجة أو اللي على أساسها بيخرج منها كل حاجة؟ هل هي الديزاين أو ها؟ بالظبط الديزاين. فاحنا عندنا الديزاين هو الاساس، هو الكور. فعشان كده دايما بنقول ان ما ينفعش ان انت تكون مثلا حد عايز او حد بيشتغل براندنج مثلا يكون من غير ما يكون عنده مشاكل في الديزاين. فالديزاين هو الاساس، هو بمعنى اصح عارف انت لما بيقولك هو انت ينفع ترمي سقف البيت من غير ما تبني عمدان، او ينفع ان انت مثلا تطلع الدور التاني من غير ما تطلع على السلم. فببساطة شديدة الديزاين هو الأساس، فده الحاجة اللي أنت لازم تركز عليها. في الغالب 90% من المشاكل اللي بتقابل الناس اللي هم بيكون عندهم مشاكل في الديزاين. مينفعش واحد مثلا السوشيال ميديا ديزاين ما هياش هي الديزاين بمعنى صح. السوشيال ميديا هي جزء من الديزاين، الانفوجرافيك هو جزء من الديزاين، اللاي اوت هو جزء من الديزاين. فانا لازم اكون فاهم يعني ايه ديزاين اصلا، لازم اكون فاهم يعني ايه برنسبلز ديزاين، وابدا ان انا اذاكرها وافهمها وافهم كل حاجه فيها. عشان اصلا في الغالب لو انت عندك مشكله في اللاي اوت فانت عندك مشكله في الديزاين. هتقول لي ليه؟ ما هو دي حاجه ودي حاجه. هقول لك لان اللاي اوت اصلا هو جزء من البرنسبلز ديزاين، او اللاي اوت هو جزء من مبادئ الديزاين. واصله لكم؟ طيب. فهنا زي ما كنا بنقول لو هنقسم برضو الموضوع بصورة محددة عشان خاطر نبقى فاهمين والدنيا واضحة بالنسبة لنا. هو ايه هو الديزاين؟ فالديزاين هو الالوان، هو الخطوط، هو الصور، هو العناصر البصرية، هو الهوية البصرية، هو الشعور او الرسالة اللي انت عايز توصلها. اما اللاي اوت هو ترتيب العناصر وتنظيمها داخل مساحة محددة. يعني ان اللاي اوت دايما بيسأل اسئلة محددة، بيسأل هو في مكان الصورة، في مكان العنوان، حجم الليدنج بين السطور هيكون عامل ازاي، النص هيكون فين بالظبط، ايه الرسالة الأساسية اللي موجودة عندي اللي انا بحددها من هنا، بقول فين الرسالة الأساسية اللي انا عايز اوصلها. فبالتالي هينعكس ده على حجمها هنا جوه اللاي اوت. في اللاي اوت حجم المسج دي او حجم الرسالة دي هيكون عامل ازاي، شكلها هيكون عامل ازاي، لونها هيكون عامل ازاي، الكونتراست او التباين بتاع العنوان ده مع الخلفية هيكون شكله عامل ازاي. فهنا نطلع بحاجة مهمة قوي، ان الديزاين قبل اللي اوت، الديزاين قبل الانفوجرافيك، الديزاين قبل اي حاجة انت بتشتغل عليه. تمام. طيب فهنا احنا ان شاء الله هناخد جزء صغير جدا من البرنسبلز ديزاين ونبدأ ان احنا نتكلم عنها بناء على برضه هناخدها بأمثلة شوية في حتة الانفوجراف او بأمثلة في سوق الانفوجرافيك واللاي اوت بشكل عام، بما ان ده الجزء الحمد لله انا خبرتي كانت فيه، في نفس الوقت كمان الجزء اللي انتوا مهتمين بيه. طيب اول حاجه عندنا هو الكونتراست او التباين. عندنا الكونتراست او التباين هو ليه كذا نوع وليه كذا شكل. طيب الكونتراست او التباين هو مش موجود هنا في البرزنتيشن، بس خلينا نسأل سؤال كده، نقول هو ايه اصلا الكونتراست؟ يعني ايه هو التباين؟ ايه تعريف التباين؟
خلي بالكوا برضو ونسأل برضو سؤال مهم، هو ليه من بعض التعريفات ممكن تكون مهمة؟ لا، شغال الشغل معايا. اتفضل يا عم محمد. إيه، أنا شايف إن من وجهة نظري التباين يعني هو إيه؟ معلش معلش يا محمد، السؤال كان ايه هو الكونتراست او ايه هو التباين؟ آه لا لا، بس عشان حد كتب كومنت. تمام ماشي. الكونتراست أو التباين، يعني هو باين من اسمه إن أنا بعمل تباين ما بين مثلا العناصر وبعضها، من حيث مثلا الحجم، من حيث اللون، من حيث الفونت. مثلا لو أنا عامل يعني تباين ما بين أوزان الفونت، ممكن أعمل مثلا فونت بولد، فونت السب تايتل تحتيه مثلا يبقى اللي هو لايت أو ريجولار. فهي بتبقى تبين ان انا ببين المعلومتين، بس ما يكونش دي مغطية على دي. تمام. زي ما قلت لك بقى بالالوان، بالاحجام، بالاوزان بتاعت الخطوط وهكذا يعني. تمام. طيب زي فعلا ما في حد كتب جملة واحدة بس، قال لك هو التضاد. هو ممكن ما يكونش التضاد بشكل مباشر، بس انا بصراحة بشوف الجملة هي معبرة جدا جدا جدا. التباين ممكن نقول فعلا هو التضاد، او هو الحاجة اللي بتخلق آه، ان انا بخلق اختلاف كبير جدا بين حاجة وحاجة تانية. فده بنسميه التباين، ان انا بحط حاجة عكس حاجة، فده يعتبر التباين. تعريف مش مهم جدا بالنسبة لنا، بس الأشكال بتاعته مهمة قوي بالنسبة لنا. طيب احنا عندنا التباين في ثلاث أنواع: التباين في الأشكال، والتباين في الألوان. التباين في الأشكال زي مثلا أحط لك دايرة ومثلث جوه التصميم، أو أحط لك دايرة ونص دايرة جوه التصميم، ده يعتبر تباين في الأشكال. زي المثلث اللي هنا ده ومجموعة المربعات الموجودة هنا، دي تعتبر تباين في التصميم. إن أنا أحط لك دايرة فل ودايرة تانية جنبها ستروك، ده يعتبر تباين. تمام، ده يعتبر تباين في الأشكال. طيب فاحنا عندنا ثلاث أنواع: عندنا تباين في الأشكال، وعندنا تباين في الألوان، وآخر حاجة عندنا تباين في الأحجام، إن يبقى عنصر كبير وعنصر صغير. طيب ميزة أو الحاجة اللي تخليني أعرف يعني الحاجة اللي تخليني تفرق معايا في إن أنا أعرف الثلاث حاجات دول، هنشوفها مع بعض قدام. آه، أعتقد إن شاء الله في السيشن دي يعني. طيب التباين في الأحجام أنا بشوفه هو أهم حاجة فيهم. التباين في الأحجام ليه؟ لأن أنت ممكن العين عامة أما بتشوف الحاجة كبيرة بتفهم إن دي ذات أهمية، لما بتشوف الحاجة حواليها نيجاتيف سبيس كبيرة بتعرف إن دي ذات أهمية كبيرة. فده يعتبر برضو نوع من أنواع التباين، إن أنت بتحاول إن الحاجة كل ما الحاجة كانت مختلفة أو شاذة عن الخلفية أو كده، أو واخدة كتلة بصرية كبيرة، كل ما العين بتتأكد أو العين بتفهم إن الحاجة دي مهمة قوي وإن الحاجة دي أساسية. طيب هنا هنتكلم عن الألوان. الألوان بيقولك إن الألوان بتلعب دور حاسم قوي في تصميم الهوية البصرية. ليه؟ لأن هي بتعمل على تعزيز التعريف والتمييز، وإنها بتوجه رسالة معينة وبتثير مشاعر متلاقة. طيب يعني هو هنا بيقولك حتى إيه، بيقولك إن الألوان هي دورها مهم في تصميم الهوية البصرية، عشان خاطر بتعمل على إن هي بتعرف وبتميز البراند ده. فما بالك بقى بجزء من البراند ده، او ما بالك بقى بديزاين انت بتشتغل عليه للسوشيال ميديا. فالديزاين او اللي انت بتشتغل عليه السوشيال ميديا ده بيكون موجود في وسط تايم لاين في 60,000 ديزاين تاني، في 60,000 فيديو، في 60,000 حاجة. فانت لازم استخدامك للألوان يكون حذر، في نفس الوقت تشوف ايه الحاجة اللي انت عايز تبرزها جوه التصميم دي او جوه المساحة دي، عشان خاطر الناس تبدأ ان هي تاخد بالها منها، او ان انت توصل رسالة محددة او مسج معين. مثلا دايما في وزارة الحج بقى لهم اكتر من تقريبا 3 او 4 سنين بتلاقي في شعار دايما موجود كل سنة اسمه لا حج بلا تصريح. أتحداك أتحداك إن أنت تجيب تصميم لا حج بلا تصريح لوزارة الحج والعمرة فيهم لونه أحمر، بلس إن وزارة الحج والعمرة ما فيهمش في الجايد لاين بتاعهم مفيش لونه أحمر. لا وزارة الحج والعمرة ولا برنامج خدمة ضيوف الرحمن مش هتلاقي لون أحمر. بس مع ذلك هتلاقي موجود دايما في النوعية دي من الديزاينز، أو من النوعية دي من البوسترز. بتلاقي دايما إن اللون الأحمر موجود.
ليه؟ عشان خاطر يبدأ إن هو يوصّل لك رسالة محددة، أو يبدأ يوصّل لك إن بيقول لك إن يا باشا خلِّ بالك إن دي عقوبة، أو إن دي مخالفة، وإن دي هتعرّضك لمساءلة قانونية، أو كل الكلام ده. طيب الحاجة التانية، ودي كانت حصلت معايا. كنت شغال من سنتين على تصميم، كان أول design ليّا في وزارة الحج والعمرة. كان design بيتكلم عن النضافة الشخصية للحجاج. فاللي حصل ساعتها إن أنا إيه اللون اللي أنا ممكن أستخدمه في الdesign ده. يعني الdesign كان بيبقى عبارة عن صورة وbackground، والصورة بتبقى blended في الbackground اللي هي ملونة. فإيه اللون اللي ممكن يكون طاغي على التصميم ده؟ استني إجابتكم. أزرق، أخضر، بني. بني. ماشي، نضافة، أزرق، حساب الهوية، وسمك بتزرق. طيب، أنس وسلمى ليه بني؟ مم. أنس وسلمى. طيب. ها. طب يا أستاذ علي، ما هو الجبال يعني دي تعتبر تراب، يعني تعتبر يعني أرض، يعني مش مكان نظيف. لا، هستأذنك بقى أنس تبقى تجيب لي عدم النظافة بيروح دايما على اللون ده. ما أنا بقولك نظافة الحجاج، يعني أنت فهمت غلط. آه أنا دلوقتي لما بقولك أنا بعمل تصميم فوتوغراف عشان النظافة الشخصية للحجاج، فأنا بقول لهم أصل ازاي بقول لهم خليكم نضاف. فازاي اقول لهم خليكم نضاف واعمل لهم تصميم بيوصل رسالة عكس اللي انا عايز اقوله ليهم. فاللي حصل مني ساعتها ايه بقى؟ اللي حصل مني ساعتها ان انا عملته بني فعلا. يعني اللي حصل مني ساعتها ان انا عملته بني فعلا. ف وقتها الارت دايركتور قال لي جمله جميله قوي. قال لي احنا بنتكلم عن النظافه الشخصيه للحجاج، حسسني بالنظافه. انت ليه مستخدم بني في التصميم؟ طب ما تستخدم الاخضر، ما تستخدم ازرق، استخدم بيج فاتح. لو انت عايز بني، خلاص استخدم بيج فاتح. بس ليه تستخدم لي بني غامق جوه تصميم زي ده؟ حسسني بالنظافة. فالجملة عارف بسيطة قوي، بس الجملة معبرة قوي 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 قوي. فبالتالي انا بوصل رساله معينه، فلازم اعرف دلاله اللون اللي انا هستخدمه ده هتكون عامل ازاي. لازم اعرف لما احس التصميم ده انا بتكلم عن ايه. انا بتكلم عن النظافه، فانا لازم لما اعمل التصميم ده اوصل لك ان انت ان التصميم اصلا شكله نظيف. اوصل لك في ان التصميم، الكونتنت اللي جوه التصميم متوزع بطريقه مريحه، في مسافات او في وايت سبيسز مختلفه بين الفقرات. في مسافات واضحه للعين، العين بتشوفها بشكل مرتاح. فبالتالي بوصل لك احساس النظافه، فبوصل لك احساس الشعور بالراحه. فالالوان مهمه قوي 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 وانت بتستخدمها. فمهم قبل ما تحدد اللون اللي انت هتشتغل عليه ان انت تعرف تبعيات اللون ده والمسج اللي انت عايز توصلها. طيب، علي كان بيقول حسب الهوية البصرية للمكان. الهوية البصرية للمكان ممكن يكون فيها 5 6 ألوان. فدور على أقرب لون يكون مناسب للمسج اللي انت عايز توصلها. بلس غير غير ان انا عايز اوصل رساله معينه، او عايز اوصل رساله محدده، فبدور على اقرب لون مناسب ليه. عندي المفروض في الجايد لاين بيبقى فيه secondary colors. فلو انا البرايمري الموجوده عندي ما ينفعش انا استخدمها، او الالوان فيها مش احسن حاجه، فبدور على اقرب لون يكون مناسب للجزء ده، او اقرب لون يكون معبر عن الانفوجراف او الرساله اللي انا عايز اوصلها. طيب، فالالوان هي بتعمل على ايه؟ الالوان بشكل اساسي بتعمل على الاستجابه العاطفيه والتاثير. زي ما قلت لكم ان احنا مثلا كنا بنتكلم عن لا حاجه بيها تصريح، فدايما بنستخدم اللون الاحمر حتى لو هو اوت اوف جايد لاين. بتوجه رسالة ومشاعر محددة، ودي بتختلف على حسب الدولة اللي انت موجود فيها. يعني مثلا لو قلت لك ان في بعض الدول اللون الابيض عندهم بيرمز للحزن، في الدول العربية عندنا اللون الاسود بيرمز للحزن. العكس، الاسود عندنا بيرمز للحزن. في بعض الدول الغربية اللون بيرمز، مثلا الابيض هو اللي بيرمز للحزن.
وهكذا. فأنت لازم تكون بتوجّه رسالة معيّنة أو بتوصّل مشاعر محددة عن طريق الصورة وعن طريق الألوان. فالصورة اللي أنت هتستخدمها مثلًا هتكون بأنجل معيّنة، الصورة اللي أنت هتستخدمها هتكون ألوانها معيّنة. فالحاجات دي كلّها بتفرق الlook and feel بتاع الصورة نفسها. فأنت لازم إن أنت تحدّد وتشوف هو إيه الهدف أو الmessage اللي أنت عايز توصّلها من الdesign ده، فبناءً عليه تختار وتحدد الألوان بتاعتك. طيب، حاجة أخيرة بيقول لك إن 90% من القرارات المتعلقة بالمنتجات بتكون بناءً على الألوان. عشان كده مثلًا بنشوف إن دايمًا الUX designers بياخدوا على فكرة أرقام كبيرة جدًا، 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 جدًا في تصميمات الlanding pages. ليه؟ لأن الناس دول أصلًا بيكونوا دارسين دماغ الإنسان أصلًا إزاي بتفكر. فدايمًا بتلاقيهم مثلًا بيلعبوا في حاجات معينة وبيلعبوا في ألوان معينة وبيستخدموا grid systems معينة وبيستخدموا layouts معينة عشان خاطر هو عارف إن العين، هو عارف إن الشخص اللي هيخش الlanding page دي هيبدأ إن هو يبُص ويشوف آآ وهياخد قرار ممكن في الحتة الفلانية أو هياخد قرار في الجزء الفلاني. فعشان كده دايمًا مثلًا في شغل الmedia buying وبتاع، دايمًا تلاقيه يقول لك لو media buyer تقيل أو شاطر يقول لك لأ أنا محتاج UX designer. أنا عندي مشكلة في الlanding page، الlanding page الuser بيُقف فيها في أول section بس ما بينزلش تحت، فده معناه إن في مشكلة. فده طبعًا بتبقى مشكلة، ممكن تكون مشكلة ألوان، ممكن تكون مشكلة layout، بس الألوان بتلعب قرار حاسم ومهم أوي، أوي، أوي في الموضوع ده. بلس كمان أحيانًا أنت ممكن تخش على landing page معينة تقعد تدوّر على الbottom فين. أنت مثلًا عايز تشتري حاجة أو online أو كده، فتقعد تدوّر على الbottom هو موجود فين بالضبط عشان أنت مش عارف أصلًا تشتري عشان خاطر الUX أو الUI بتاع الlanding page دي بايظ. طيب خلّونا ده المفروض exercise، فخلّونا ناخد break الأول نصلّي ونرجع نكمّل. ده كان التصميم اللي أنا عملته وقتها. تقريبًا ده من حوالي 3 سنين، وده كان بعد ما خدت الcomment منهم، وده كان option تاني. مش فاكر مين كان قال عايز يشوف، بس هو ده. طيب، لمّا عرفت بقى موضوع الألوان وخدت منهم الcomment دوّة، وبدأت أخلّي بالي من موضوع الألوان، ده كان تصميم تاني في نفس الفترة تقريبًا بعد أسبوعين، حاجة شبه كده، برضه مش موجود. ليه اللوجو مش فوق؟ هاقول لك ليه. بُص يا سيدي، في الأول حاجة، هو ليه اللوجو مش فوق؟ عشان الguideline بتاع الوزارة إن اللوجو تحت بالcontact تحت بالشريط اللي تحت ده. طيب، هو أنا كوزارة آآ باسجل. طيب أنا كوزارة، هل أنا اللوجو بتاعي مهم؟ ده سؤال حلو جدًا. هل أنا كوزارة أو كجهة حكومية اللوجو أو الشعار بتاعي مهم؟ إجابة سريعة. بالضبط يا يوسف، أنت جاوبت على نفسك، أنت سألت سؤال وأنت اللي جاوبت على نفسك. فأنا كوزارة أو أنا كمؤسسة، أنا اللوجو بتاعي مش مهم. أنا شغلتي كلها إن أنا باوصّل معلومة أو باوصّل رسالة محددة. طيب، فلو جينا بصينا على، حطينا بس guideline خفيف كده زي ده بالضبط كده. طيب حذف. أنا كوزارة المنصة الأساسية بتاعتي في السعودية هي بتكون على X. تمام. طيب، X بتاخد المقاس ده، مقاس الinfograph ده. لمّا بيتقص لمّا بيتقص عشان يظهر في الفيد، هو أمّا بييجي يظهر في الفيد من برّه ما بيظهرش كامل، لازم تدوس على الصورة عشان خاطر تفتح لك الصورة بالمنظر اللي إحنا شايفينه قدامك ده. فلمّا الصورة بتتقص بتظهر اللي بيظهر منها الجزء ده، يعني اللي بيظهر دايمًا منها هو الجزء ده بس. ده بس اللي بيظهر، الجزء الأبيض اللي في النُص، هو ده بس اللي بيظهر. فقال لك خلاص إحنا هنحط الcontacts بتاعتنا تحت عشان خاطر كده يعني هي، أنا الهدف إن أنا أوصّل رسالة محددة، مش هدف إن أنا أقول لك تابعني على فيسبوك وإكس وLinkedIn وفيسبوك ويوتيوب ومش عارف إيه، ولا أقول لك ده رقمي كذا، ولا أقول لك ده اللوجو بتاعي شكله كذا، ولا أقول لك شعار السنة دي اسمه كذا.
فاحنا دايما كان التوجه بتاعنا او كان الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها ان احنا عندنا 250 بكسل فوق 250 بكسل تحت، دول دي مساحه مهمله. بحاول قدر الامكان ان انا ما احطش فيها اي داتا. احيانا كنا بنحط فيها داتا بس بنكون مضطرين، يكون كميه الداتا المحفوظه جوه التصميم كبيره جدا، فخلاص عادي بقى ببدا ان انا ممكن احط حاجات فوق احط حاجات تحت. ما التزمش بالجايد، بس في الاساس بتاعنا كان ان احنا عندنا 250 بكسل فوق 250 بكسل تحت، ما بحطش فيه اي نوع من انواع المحتوى. دايما بحط المحتوى بتاعي جوه المساحه دي. طيب، عشان نرجع تاني لموضوعنا، فلو احنا جينا هنا بصينا، دلالات الألوان أو فهم الألوان مع توجيه حد شاطر أو فاهم، خلاني بدل ما عملت ده فشكله كان ألطف، وخلاني عملت ده فشكله كان أحسن منهم هما الاتنين، وموصل إحساس النظافة، موصل كذا موصل كذا، فموصل الرسالة اللي أنا عايز أوضحها أو اللي أنا عايز أوصلها للناس. طيب، احنا عندنا اكسرسايز خفيف قوي، هتعرفوا قيمته بعدين او هتعرفوا قيمته قدام. انا مش فاكر المحتوى بصراحه بتاعي، فانا مش عارف انت تعرفوا امتى النهارده ولا هتعرفوا امتى السيشن الجاي. بس ببساطه شديده انت بتفتح ملف على اديستريتور بالمنظر ده، وبتعمل له 3 ارت بورد. في الارت بورد الاولى بترسم مربع، وفي التانية دايرة، وفي التالتة مثلث. طيب، طيب بالمنظر ده، ومطلوب منك ان انت هتاخد ده مثلا كوبي، وهتبدأ تطلع لي اشكال من الشكل ده. انا هعمل شكل قدامكم وانتوا هتكملوا في الباقي. انا مثلا ممكن اخد ده كده واعمله كده. دايما انا عايز بس شيء. لا، انا خلاص ده كده يعتبر بالنسبة لي شكل. يا اما اديت كده كوبي. ايه. ممكن اخد ده كده. ماشي. طبعا بس عشان انا مش واخده مظبوط يعني. انا ده بالنسبة لي كمان كشكل تمام. ممكن اخد بقى الشكل ده اللي انا عملته ده، نكرره كده. ممكن اخد المربع. بصوا، انا في بداية معاكو طلعت مثلا ده، طلعت ده، طلعت ده، طلعت ده، طلعت ده، وهكذا. طلعوا اشكال مش مفهومة عين، بس طلعوا شيبس، يعني طلعوا جرافيك elements موجودة. وبعد دقايق بالظبط
هوريكوا ليه اكسرسايز زي ده مهم. يعني هوريكوا ليه حاجة زي حاجة تافهة زي اللي انتوا بتعملوها دي، او تدريب زي اللي انتوا هتعملوه ده، هيفرق معاكوا في شغلكوا وانتوا بتشتغلوا على اي حاجة، حتى لو سوشيال ميديا معاكوا. ما بالظبط يا شيماء، ده اللي انتوا هتعرفوه معاكوا. شيل الحكمة من التمرين. اعملوه، بس اعملوه، متستعجلوش. لان انا عشان افهمكم الحكمة من التمرين هضطر احرق لكم، فانا كده كده هوريكم. معاكوا ربع ساعة بتطلعوا اشكال من المربع ومن الدايرة ومن المثلث، وممكن انتوا تدمجوا الاشكال ببعض. يعني بعد ما تجي تحسوا ان الشكل جاب اخره، المربع او الدايرة جابت اخرها، ابدأوا ادمجوا المربع بالدايرة، ابدأوا ادمجوا الدايرة بالمثلث، وهكذا ابدأوا ادمجوا التلاتة ببعض. معاكوا ربع ساعة دلوقتي نتكلم هنا كتكست صح؟ كل حاجة فصصولي. يعني قول لي انت تصميم زي ده بالنسبة لك حلو ولا وحش؟ حلو حلو ليه؟ وحش وحش ليه؟ برضو سريعا يعني، فاهمني؟ ماشي. هو الأساس بتاعي إن أنا ممكن أقيم عليكم حاجة، الأرقام المهمة اللي ممكن نبص عليها، وهنا الأرقام البارزة جدا، فدي بالنسبة لي حاجة نقطة حلوة جدا. بالنسبة لي الإليمنتس اللي موجودة اللي هي اللوحات أو حاجة كده، هي هو العامل التصميم دوت هو مخليها ثانوية. فدي حاجة أنا ما بحبهاش بصراحة، عن نفسي يعني، إن أنا أخلي الحاجة دي تبقى ثانوية أكتر، عشان برضه في الأول وفي الآخر اللي بيقرأ هو محتاج يشوف إيه اللي ممكن يتعمل الحاجة دي، أو إيه اللي هو أو اللي أنا عايزه بالظبط. فدي بالنسبة لي كانت نقطة وحشة. آه، يوفي الأساسي واخد حجمه ومكان مظبوط. الكلام الثانوي أنا بالنسبة لي التوكس بتاع يوثق المتحف للحضارة ده، بالنسبة لي التوكس دوت يعني هو مش مقبول، أو مش صح. ليه؟ علشان هو الحاجات مضبوطة جدا جواه، والحاجات قريبة جدا من بعض. فأنا بالنسبة لي يعني لما أبص على حاجة أنا عيني هتلفن على حاجة تانية، أو هبص على حاجة تانية في نفس الوقت. فبالنسبة لي مش أصح حاجة. البوكس اللي تحتيه تمام جدا، هو بس بالنسبة لي نفس النقطة في الحتة بتاعت مفتوح للزيارة واللي تحتيها. بس. طيب حلو جدا. حد عنده وجهة نظر تانية؟ شكرا يا ياسر. عصام جدا. طيب يلا بينا. مبدئيا التصميم ده انا اللي عامله من حوالي ممكن يكون دخلنا في سنتين مثلا. طيب خليني اشتغل بقى. من بدري طب. لا عادي، بالعكس انا بحب اعمل كده دايما. يعني انا مثلا في في جزء كده المفروض ان احنا يعني بيبقى في كام شخص كده بنجيب لهم تصميمات ويقعدوا يحللوها. ف بيبقى بجيب لهم من البورتفوليو عشان خاطر اعرف ارد عليهم في كل نقطة. طيب انت هنا قلت حاجتين، هرد عليك فيهم بعد كده بقى نشرح البتاع. طيب الحاجة الأولانية أنت قلت إن الصورة واخدة بمعنى صح حاجة ثانوية، أو ما هي الفوكال بوينت جوه التصميم. وفي نفس الوقت مش فاكر مين ليه التايب اللي فوق متحطش في النص زي اللوجو اللي تحت. ماشي هرد عليك. فوق وزحمة في النص، ماشي. أول حاجة شدة العين، وشيء تاني شخص معمول وعيني ردت على العنوان، ماشي. طيب اول حاجه الصوره ثانويه، احييك عشان هي الصوره فعلا ثانويه. طب هي ليه محطوطه هنا ثانويه؟ انا بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن متحف دار الفنون الاسلاميه. فانا لما بتكلم عن متحف دار الفنون الاسلاميه، فانا لو حطيت الصوره بشكل اساسي، فانا كاني بختصر المتحف في ان دي او ان دول اهم قطع اثريه جوه المتحف، وده مش حقيقي. بلس عدد القطع اللي في المتحف واللوحات وكل الكلام ده
هي كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. فأنا الأهم بالنسبة لي أو الfocal point بالنسبة لي أو الشيء الأساسي بالنسبة لي إن أنا أقول إن إحنا بنتكلم عن متحف دار الفنون الإسلامية، وإن هو التاريخ والحضارة تحت سقف واحد، وإن أنا أقول لك إن المتحف ده فيه 1000 قطعة زي ما أنت ما قُلت، وإن فيه 1000 قطعة فنية، وفيه 500 قطعة نقدية، وفيه 6 أجنحة، وفي 15 قرن تغطيها المعروضات. فالصورة ثانوية، ووجودها هنا ثانوي هو شيء صحّي. عشان خاطر يعني هو وجودها كثانوي، لإنه مش هو الهدف الأساسي من التصميم، أو مش هو الرسالة الأساسية اللي أنا عايز أوصّلها. الرسالة الأساسية اللي أنا عايز أوصّلها إن ده متحف دار الفنون الإسلامية، وإن فيه القطعة دي. طيب دي النقطة الأولانية. النقطة التانية، هو بيقول لك إيه، بيقول لك يوثّق المتحف الحضارة الإسلامية منذ نشأتها. دي النقطة التانية اللي أنت علّقت عليها. وقال لك إن هو بيتكلم عن صناعة الخزف والمعادن والزجاج والمسكوكات الإسلامية والخط والحروف. أنت كشخص لو مهتم بمتحف دار الفنون الإسلامية، فأنت رايح وعارف إن هو هيكون هتلاقي مثلا لوحات أثرية، هتلاقي حاجات مثلا من عهد الصحابة، هتلاقي. فأنت عارف إن الفكرة العامة عامة إن هو حاجة ممكن تكون بتوثق التاريخ الإسلامي. فمش مهم بالنسبة لي ولا مهم بالنسبة لك جوه التصميم إن أنا أعرفك إن المتحف ده فيه صناعة الخزف، وفيه المعادن والزجاج، وفيه المنسوجات الإسلامية، وفيه الخط والمخطوطات، وفيه المنسوجات الإسلامية. الهدف بالنسبة لي إن أنا أعرفك إن ده متحف دار الفنون الإسلامية، وإن فيه قطع كذا 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 كذا. الحاجات اللي بيوثقها المتحف، أو بيعرضها المتحف كحاجات متنوعة أو فقرات متنوعة، مش عارف اسمها إيه يعني، بس اللي هو الحاجات اللي بيغطيها المتحف كله. دي حاجة مش مهمة، أو إحنا بنسميها معلومة إسرائيلية إحنا بنوصلها لك. فدي كانت نقطة مهمة. النقطة التانية، طيب موضوع الصورة هنا كان لازم إن هي تكون شيء ثانوي، وما تكونش خاطفة العين. فأول حاجة عملناها إن عملت edits في الصورة، بحيث خاطر إن أنا الحاجة الوحيدة اللي تكون ظاهرة جوه التصميم هي اللوحات بس. حتى الفريمات بتاع اللوحات هحاول على قد ما اقدر ان انا اخليها مش واضحه، عشان خاطر ما تشدش العين، وتبدا ان هي بمعنى اصح تخطف مني الفوكال بوينت. في تعليق تاني صحيح 100%. حد قال ان في فراغ فوق كبير، وتحت الدنيا مضغوطه. طيب زي ما احنا اتفقنا في الاول ان كان في 250 بكسل فوق و250 بكسل تحت. فالغلطة اللي اتعملت هنا ان المفروض ان متحف دار الفنون الإسلامية الجزء ده كله كده على بعضه كان يطلع فوق شوية، الصورة تطلع فوق شوية سنة صغيرة، يعني هتبقى حاجة بيكسلز صغيرة جدا 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 يعني، مش كتير. لان انا عندي كده كده 250 بكسل فوق تقريبا، اخرهم هنا يعني، اخرهم في الجزء ده. فبس كانت هتفرق معايا في الشكل. طيب التحليل اللي انت حللته ده تحليل مش كامل، يعني تحليل محتاج ان انت تحلله بشكل احسن من كده. طيب خلينا النقطة التانية برضو، ان هو موضوع العنوان، مدينة، ان هو اللوكيشن بتاعه هو واخد الفوكال بوينت الاساسية في الجزء اللي تحت، ومفتوح للزيارة العناوين وكده. انت كشخص عشان تخش تحجز، فانت لازم بتخش تحجز عن طريق الويب سايت، او بتروح تحجز من المكان. فاللي انا يهمني بالنسبة لي ان انا اعرفك اللوكيشن بتاع المتحف ده فين، ما يهمنيش اعرفك المواعيد بتاعه عمل المتحف ده ايه. لان انت اوريدي كده كده لو عرفت اللوكيشن ولقيت ان اللوكيشن قريب منك، او انت قررت ان انت تروح، كده كده هتشوف مواعيد الزياره. بلس هي مقروءه، هي مضغوطه بس مقروءه. طيب خليني بقى اقول لك احنا لما بنيجي نحلل بنحللها ازاي. طيب اول حاجه عندنا، بقى انا واخدها لك من اول فين. اول حاجه عندنا مساحه الامان، او مسافه الامان اللي احنا بنسيبناها 250 بكسل فوق وال 250 بكسل تحت. حتى فوق كنت بقول لكم في مساحه هنا، طلع ما فيش مساحه. طيب النقطه التانية، اول حاجه بقى، ودي الطريقه اللي انت بتحلل بيها وتفكر بيها عشان خاطر تعرف او تشوف هو كل حاجه معموله ليه، وايه السبب بتاعها، وليه معروضه بالشكل ده، وليه لو عرضت التصميم ده على حد وقلت له في المجمل التصميم ده حلو ولا لا، هيقول لك جامد. فاهمني؟ هو فانت بقى دورك كديزاينر ان انت بتحدد، او ان انت بتفهم وبتقول هو جامد بناء على ايه، او جامد ليه. طيب اول حاجه عندنا، احنا عندنا هنا في العنوان الرئيسي او العنوان الاساسي، في عندنا كونتراست او تباين في اللون والحجم بين العنوان الاساسي والعنوان الفرعي، باعتبار ان الاتنين دول هم اهم عنصر في التصميم.
فانا ما بقول لك متحف دار الفنون الاسلاميه التاريخ والحضاره تحت سقف واحد، فانا لو قلت لك ايه اهم حاجه فيهم او ايه اهم جمله فيهم موجوده ومهمه، فانت ترد عليا تقول لي اكيد طبعا عنوان المتحف او اسم المتحف ان هو متحف دار الفنون الاسلاميه هو الحاجه الاساسيه والاهم والابرز داخل التصميم. بعدها ايه التاريخ والحضاره تحت سقف واحد، فهي تبقى واخده كونترست او واخده هيراركي اهم، او واخده فيجوال ويت اهم، اقل اهميه من عنوان المتحف. وده اللي احنا عملناه في الجزء الاولاني. طيب الجزء الثاني عندنا عنوان ثانوي اللي هو اول متحف متخصص في الفن الاسلامي في السعوديه. فلما تيجي تبص عليها وتشوف ان هو اول متحف متخصص في الفن الاسلامي في السعوديه، هي كمعلومه سنويه مهمه انها تتبروز. فهنبروزها عن طريق ايه؟ بروزناها عن طريق عنصر من عناصر الهويه البصريه، اللي هو ايه؟ اللي هو ال الشكل ده. فبدأنا إن إحنا نبروزها فيه جوه الشيب، وبدأنا إن إحنا نديها الكتل. بعد كده عملت إيه؟ بعد كده يا باشا رحت جاي حاطط الصورة هنا بقى عشان أعرفه، أقول له يا باشا أنا فوق كل اللي أنا كنت بقوله لك فوق ده introduction، أو كل اللي أنا بقوله لك فوق ده كان مجرد تمهيد للي جاي بعد كده. أنا فوق بعرفك إحنا بنتكلم عن إيه اللي هو المتحف، وبعد كده اديتك رسالة سنوية ذات طابع فخري أو ذات طابع فريد، اللي هو إن إحنا التاريخ والحضارة تحت سقف واحد في مكان واحد. وبعدها ختمتها لك وقلت لك ان احنا اول متحف متخصص في الفن الاسلامي في السعوديه. فانا هنا اللي يعتبر عنوان الانفوجراف اللي فوق او الجزء اللي فوق هو عنوان يعني هي فقره على بعضها متكامله. خلي بالك المحتوى لما بيجي لك بشكل عامل ازاي. المحتوى لما بيجي لك عباره عن فايل وورد مرصوص تحت بعضه الكلام كله. فانا هنا انت دورك بقى ان انت تقرا المحتوى ده وتفكر فيه، تقرا المحتوى ده وتبدا تحلله وتفهمه وكل الكلام ده. فخلاص كده انا لما قريت المحتوى لقيت ان الجزء اللي فوق ده هو خلاص هو ده، قفلت بيه فقرة، قفلت بيه جزء. والجزء اللي تحت انا بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن تفاصيل المتحف نفسه، بتكلم عن محتويات المتحف نفسه. فانا كده ده جزء وده جزء، فهفصل بايه؟ هفصل في النص هنا بالصورة اللي انا حطيتها. طيب بعد كده نزلنا تحت. هتبدأ بقى أول جزء هياخد أو الفوكال بوينت بتاعتك عامة في التصميم ده في الغالب هتكون الأرقام والعنوان اللي عينك هتشوفها. طيب أول حاجة عملتها هنا إن أنا بدأت إن أنا أعمل كونترست محترم أوي 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 في أحجام الكلام، في أحجام عدد القطع كأرقام. العين بتحب تشوف الأرقام، ما تحبش تشوف الكلام. العين بتسكان ما بتقراش اصلا. فانت لما بتسكان الديزاين فهو هيسكان الارقام بشكل سريع. فانا عايز اعرفه ان احنا بنتكلم في 1000 وفي 500 وفي مش عارف ايه، ووش عينه هتقرا بشكل سريع جدا قطعه فنيه قطعه نقديه كل الكلام ده. بلس بدات ان انا استخدم عنصر من عناصر الهويه البصريه اللي هو العنصر ده، وبدأت استخدمه واعرض بيه الارقام، احطه فوق الارقام. واستخدمت العنصر ده، ما استخدمتش عنصر تاني عشان ده ابسط عنصر فيه. يعني ده ابسط عنصر ما يعملش زحمة معايا جوه التصميم. طيب فده كده كان الجزء بتاع الارقام. الجزء التاني برضو لو ركزت انا هنا كمان انا فاكر ساعتها عملت يعني تغيير في المحتوى او تغيير في ترتيب المحتوى. كان ايه اللي جاي؟ كان مثلا وقتها اللي جاي 1000 قطعة فنية، 6 أجنحة رئيسية، 500 قطعة نقدية، 15 قرن تغطيها المعروضات. فأنا هنا اللي أنا عملته حطيت ال 1000 وال 500 جنب بعض إن هما يبقوا فوق، وقطعة فنية وقطعة نقدية جنب بعض، وبعد كده 6 أجنحة و15 بدأت أحطها. ففي نفس الوقت هتلاقي ترتيب الأرقام بالنسبة للعين أسهل، بحيث إن هو هيقرأ هنا الألف، الخمسمية، الخمستاشر، الستة. فترتيب الأرقام نازل بشكل لذيذ. طيب بعد كده عملت إيه؟ بعد كده عندنا هنا بقى الجزء اللي أنا كنت بقول لكم عليه. الشيب دي شيب من عناصر الهوية البصرية. فاللي انا عملته هنا ان انا كنت عايز اميز الجزء ده، عايزه ياخد هيرايك واضحة، وعايزه يبقى واضح بالنسبة للعين. فبدأت اللي انا عملته ايه؟ ان انا خدت الشيب دي كررتها مرتين، وده ما كانش فيه الهوية اصلا. كررتها مرتين وعملتها ستروك، وبدأت ان انا احطهم ورا بحيث ان هي تبان كأنها بودت كده، او انها عارف الدبوس اللي بيبقى ملزوق على الورق اللي على الحيطان، فبحيث انها تبان حاجه شبهها كده. فانا هنا لعبت في شيب او خلقت شيب او كريت شيب من عنصر من عناصر الهويه البصريه، فطلع لي عنصر بصري مش موجود جوه الهويه. فبالتالي اصلا انا ممكن شيب زي ده ممكن اخده بعد كده احط جواه صوره ويبقى كبير، وهكذا.
فبالتالي انا خلقت او عملت عنصر، مش عارف كلمه خلقت دي بحسها غلط قوي. طيب فانا عملت عنصر من عناصر الهوية البصرية مش موجود أصلا. يعني عنصر مش جوه الهوية، بناء على فهمي ورؤيتي للبراند جايد لاين المعروض، طلعت عنصر تاني. فده مثلا كان جزء من اللي انتوا كنتوا بتشوفوه قدامكم او اللي انتوا عملتوه. ان انتوا لو سألت حد فيكم هل انت المربع او الدايرة، او وريت اي حد بره السيشن دي، وريته شكل من الاشكال اللي طلعت اللي شكلها لذيذ جدا، وقلت له هل تصدق ان الشكل المعروض قدامك ده هو شكل طالع من مربع بس، هو شكل طالع من دايره بس؟ في الغالب هيقول لك لا. لا، ده دمج شكل مش عارف ايه، ده كان ايه، ده كذا ده كذا ده كذا. بس هنا بقى ممكن ده يساعدك في ان انت ممكن تبقى شغال على حاجه معينه، فتطلع جرافيك اليمنت معين يفيدك في شغلك بناء على الهويه اللي انت شغال عليها. ممكن بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، ممكن يبقى معاك لوجو تشوف فيه جزء مميز، تاخد الجزء ده وتبدا ان انت تطلع منه جرافيك اليمنتس تستخدمها جوه عناصر الهويه البصريه المختلفه. تمام. طيب اخد نفسي بس. طيب فانا هنا بقول لك ان هو تباين بالاشكال بين عنصر من عناصر الهويه لتمييزه بعنوان ثانوي اخر، بحيث ان انا بقول لك ان ده عنوان ثانوي اخر في حد فتح في حد فتح كاميرا بالغلط يا أحمد، معلش. ممكن تنبه معلش إن ثانيه واحده. هو مش ظاهر لي. خلاص تمام، كمل كمل، اتقفلت خلاص. طيب الجزء اللي تحت، فانا هنا عملت ايه؟ عملت الزباين في الاشكال وفي اللون وفي الحجم. النص عشان خاطر اميز موقع المتحف ومواعيده. فانا هنا زي ما قلت لك ان لو عينك هتشوف حاجه الاول في الجزء ده، فهي هتشوف العنوان وش بشكل اساسي، اللوكيشن بتاع المكان، وبعد كده هتشوف ان هو مفتوح للزياره، وهتشوف الايه المواعيد بتاعته كأقل حاجة العين هتشوفها في النهاية. يعني هي آخر حاجة العين هتشوفها في ترتيب الفيجوال أصلا هي مواعيده، أو اللي هو معنى أصح إن هو يوميا من 10 ل10، ويوم الجمعة من 5 ل11 بالليل. فهتيجي تبص بقى كده على النتيجة النهائية، هتبص تلاقي لا، في حاجة فعلا، كل حاجة بتودي لحاجة، في حاجة كل حاجة بتوصل لحاجة أو بتوصل لعنصر معين. من وجهة نظري لو رجع بيا الزمن وبصيت على التصميم ده، الحاجة الوحيدة اللي كنت ممكن أغيرها، أو إن أنا أحاول إن أنا أعرضها بطريقة مختلفة، كانت هتكون بس الشيب اللي ورا الجزء ده، مش أكتر. لأني عشان إيه؟ ماشي. فكانت هتكون الشيب اللي ورا الجزء ده كانت ممكن تتعرض بشكل، الشيب دي كانت ممكن تاخد مود معين، الاوباستي بتاعتها تخف شوية، تتعرض بشكل تاني، استخدم الشيب بشكل احسن. يعني كان ممكن نحاول اعرضها بطريقة افضل من كده. لكن غير كده انا بالنسبة لي ككله، لا، هو كله بيوصل كل حاجة بتودي لحاجة معينة، اللي اوت مظبوط، الفيجوال هيراكي مظبوط. فدي المفروض الطريقة اللي انت بتتفرج بيها على شغل، او دي الطريقة اللي انت بتعمل بيها انسبيريشن، بتحدد الحاجة دي حلوة ليه، بتحدد الصورة دي عاجباك ليه، الصورة دي مش عاجباك ليه. بلس برضو بتحاول تسأل نفسك أسئلة. من المفترض ان اي ان نوعيه الشغل دي او شغل الانفوجرافيك عامه، المفروض ان كل حاجه انت بتعملها فهي بناء على شيء معين، او بناء على هدف او رساله محدده. فانت المفروض برضو ان انت بتكون اما بتشوف الرساله او تشوف الهدف المعين او الهدف المحدد ده، فانت بتسال نفسك دايما وانت بتتفرج، هو حط دي هنا ليه، حط دي هنا بالطريقه دي ازاي، عملها بالشكل ده ليه. فنقطة مهمة قوي، وده كده كان جزء الانسبيريشن. حد عنده مشاكل في أي حاجة؟ أنا عندي بس سؤال خفيف جدا. تمام. في ريبليسمنت اللوجو، هو مش كان الأحسن في الانفوجرافيك دوت إن احنا نحط اللوجو في النص؟ يعني على الأقل هيعمل
هاركي مظبوطة أكتر بما إنه كده كده مش متشاف. لوجو ايه بالظبط اللي هو التايبوجرافي؟ أيوه بالظبط. لا، هو عندنا احنا متعودين لو في اي لوجو هيضاف او اي حاجه بنضيفها فوق على الشمال. ليه؟ لاني مثلا دي كامبين اسمها كانت رحله عبر الزمن. يا شير تاني. دي الكامبين دي كان اسمها رحله عبر الزمن. الكامبين دي بالمناسبه الكاليجرافي ده كان من تصميم محمد السقا. محمد السقا ابعت لكم اوريكم الاكونت بتاعه برضه بينزل حاجات حلوه جدا. كان من تصميمه. ليه طيب محطوط هنا فوق؟ لان زي ما قلت لكم من شويه ان احنا احيانا بيكون عندنا كميه الداتا بتبقى اكبر من ده بكتير. اكبر من ده بكتير بكتير. ف احيانا ممكن نحط تكست هنا. فدايما فالجايد لاين بتاعنا بيقول لنا ان اللوجو يبقى هنا. اللوجو دايما على الشمال. اي لوجو لاي كامبين احنا بنشتغل عليها على الشمال. لما بيبقى عندنا حاجه بالتعاون مع وزاره الحج والعمره بتبقى في النص مع اللوجو تحت. وصل لكم؟ بلس برضو انا لما بيجي التصميم بتاعي يظهر على السوشيال ميديا فهو بيظهر منه الجزء ده بس. الجزء اللي هو مظلل بالازرق ده بس. يعني هو ما بيتعرضش كده. هو بيتعرض كده اوتوماتيك بيتقص. تمام. طيب. مهم جدا. طيب حد جزء الانسبيريشن ده فرق معاه؟ طيب جميل. في حد بيقول الهوامش كانت محتاجة تكبر شوية. بين الجنبين. هي الهوامش هنا زيادة. يعني الهوامش هنا أعتقد إنها أزيد من 50 بكسل. آه بلس عشان أنا أقلل الهوامش هضطر أصغر كل اللي تحت. فصناعة الخزف والمعادن والزجاج هتصغر أكتر. ويوميا من 10 ل7 ومن 5 ل11 هتصغر أكتر فبالتالي هتكون صعبة القراءة. فكهوامش هي مش مؤثرة معايا في حاجة. عشان انا تعبت الصراحه. خلي بالكم انا النهارده يعني كل سيشن ان شاء الله هتبقى يعني هيكون الحماس باذن الله اكبر من كده وهتكون اطول من كده. بس النهارده الصراحه انا تعبان جدا. طيب احنا هنتكلم بعد كده بقى احنا اتكلمنا عن فوق. ركاب سريع كده. احنا اتكلمنا عن الديزاين واللاي اوت والانفوجرافيك واحنا حاليا في جزء الديزاين. اتكلمنا عن الكونتراست وبعد كده اتكلمنا عن الالوان بعد كده اتكلمنا عن الشيبس. وبعد كده اتكلمنا عن الانسبيريشن وطريقه تحليلك للشغل. دلوقتي هنتكلم عن الانسيابيه او الهيرايكي. طيب الانسيابيه هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ببساطه شديده عباره عن تدفق حركه العين داخل التصميم. يعني بمعنى صح العين هتمشي ازاي جوه التصميم هتشوف ايه الاول وهتشوف ايه التاني. العين هتتحرك ازاي انت عايز العين تشوف ايه الاول. فببساطة شديدة لو هنختصرها في جملة هي تدفق حركة العين داخل التصميم. انت العين هتتحرك ازاي او هتمشي ازاي جوه التصميم بتاعك. فلما نعرض مثلا تصميم زي ده هتلاقي. طيب في مشكلة هنا. طيب لما نعرض تصميم زي ده هتلاقي ان مثلا اول حاجة عينك هتقع عليها تكون مثلا اللوجو والشيب اللي تحتيها والجناح بتاع المعرض. ده كان انفوجراف لجامعة الملك عبد العزيز. لجامعة الملك عبد العزيز. طيب فهتلاقي ان عينك هتقع عليها هنا. طيب هي عينك وقعت هنا ليه؟ ما انت برضو بتسأل نفسك السؤال ده. هي عينك هتشوف الجزء ده ليه؟ لان الباك جراوند عندي غامقه وهنا الالوان صارخه جدا عن الباك جراوند فبالتالي هو يعتبر اكتر جزء كونتراستد في التصميم فبالتالي عينك هتتشد عليه. فبعد كده هتبص تلاقي ان برضو السكندري فوكال بوينت اللي عينك هتقع عليها هو الجزء ده اللي هو جزء القطاعات. عشان خاطر الشيب في كذا شيب محطوطين جنب بعض جنب بعض. فمعروضين بالشكل ده واخدين كتلة فعينك هتشوفها كسكندري فوكال بوينت. وبعد كده ختمنا التصميم الايكونز بدأنا ان احنا نعرضها حتى لما جينا عرضناها عرضنا مثلا حواليها دايرة باللون الاصفر. والايكونز والمواعيد. فببساطة شديدة الهيراركي في ان انت وانت شغال على اي تصميم سواء كان انفوجراف سواء كان سوشيال ميديا سواء كان لاي اوت. فانت بتحدد انت عايز العين تتحرك ازاي جوه التصميم. وبناء على تحديد حركة العين جوه التصميم ده هيترجم معاك لفيجوال.
يعني انت لما بتقول انا عايز اعرض اللوجو او عايز اللوجو بتاعي يبقى هو الاساس، فانت ده هينعكس عليه في الحجم بتاعه مثلا، هينعكس عليه في درجة الكونتراست بينه وبين الباك جراوند، هينعكس عليه في اللون بتاعه، هينعكس عليه في الصورة، اتجاه الصورة اللي بتطلع على اللوجو او بتطلع على الجمله المهمه اللي انت عايز تعرضها. الجزء الهيراركي مهم، ان انت تخلي بالك منه. وهو بالمناسبه الهيراركي هو مبدأ من مبادئ التصميم، وزي ما قلت لكم ان شاء الله بعد السيشن في عندنا هنا آه، هي بصراحه اكتر واحده انا بحبها جدا مع انها قديمه قوي. طيب هو دي. طيب ده طبعا أستاذ نور حمصي. أستاذ نور حمصي أستاذ كبير جدا جدا جدا، هتلاقيه هنا مثلا شارح لك الانسيابية والتباين، وفيديوهات بلاي ليست طويلة شوية، بس صدقني هتلم لك مبادئ التصميم بشكل يعني هتلم لك مبادئ التصميم بشكل كبير جدا 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 بشكل عام، ويشرح لك الانسيابيه احسن مني بكتير. بس انا هنا بمعنى اللي انا عايز اوصله لك مثلا من جزء الانسيابيه او الهيراركي، ان انت آه، بتحاول ان انت تحدد وتشوف تدفق حركه العين جوه التصميم. طيب في جزء مهم ان انا اشرحه جدا بس انا مش عارف هو فين. طيب هو المفروض في السيشن الجاي احمد اوراني خطير، خطير، انا نسيته. ثانية عشان علي رمالكو ريسورس المذاكرة يعني. يا جدعان أحمد أوراني ده حد طيب بعتلك له القناة بتاعته بس ثانية واحدة. شكرا يا علي، بجد والله، شكرا شكرا شكرا. طيب ده يا جماعة أحمد أوراني هتلاقوا عنده في كورس، الكورس ده كان بيقدمه تقريبا من سنتين، وبعد كده نزله على يوتيوب. خشوا شوفوا الحاجات اللي هو يعني شوفوا المواضيع اللي انتوا مهتمين بيها، اتفرجوا على الفيديوهات بتاعته، مش هتملوا مش هتزهقوا، وهتحسوا ان انتوا يعني فايقوا كتير قوي قوي الراجل ده. والله يعني نفسي ان انا الاقي وقت ان انا اقعد اتفرج على الحاجات بتاعته. يعني انا بقالي 3 سنين بشتغل في اللاي اوت، محاضرة اللاي اوت بتاعته فرقت معايا انا شخصيا والله دي. ف الراجل ده جامد قوي 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 قوي. طيب زي الفل. طيب في حتة المفروض كانت تتشرح السيشن الجاية، بس بما ان احنا بنتكلم عن الهيراكي فاشرحها لكم هنا ونبقى نعدي عليها بسرعة جدا السيشن الجاي. طيب هي دي. طيب السؤال هنا هو هل العين بتتحرك جوه التصميم؟ العلم بيقول لك ان العين بتتحرك جوه التصميم، وليها نظريات علمية انا مش مقتنع بيها صراحة يعني، وجهة نظري، يعني تتفق او تختلف معاها، وجهة نظري مش اكتر. طيب فالنظريات بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان احنا عندنا حاجه اسمها اف باترن، ان العين بتتحرك او بتمشي جوه التصميم على شكل حرف اف. بتتحرك، بتبدا من الشمال فوق وتمشي في خط افقي، بعد كده بتنزل تحت وتمشي بخط اقصر شويه، يعني مش بنفس الطول ده، المفروض انها بتبقى مثلا هنا، وبعد كده بتنزل تحت بشكل عمودي. وده الاستراكشر اللي احنا بنشوفه دايما في اللاندنج بيج، بيستخدموه زي ما بقولك هنا، بيستخدموه في المقالات، صفحات الويب، المدونات. وهو هنا بيقول لك ان ايه، القارئ هنا بتركز اكتر على اول سطرين في التصميم. طيب المفروض بما ان احنا دي كلها نظريات اجنبيه، فالمفروض بشكل اساسي ان انت لما بتيجي تطبقها في تصميمات عربيه بتعكسها، يعني بدل ما هو حرف الاف عامل كده بتعكسه اليمة التانية، بيبقى الاسهم ماشيه بالشكل ده. طيب الجزء التاني هو حرف الزي، اللي بيقول لك ان العين بتتحرك على شكل حرف زي.
وأول حاجة بتشوفها العين هو رقم 1 ده هنا، وبعد كده بتتحرك بشكل أفقي، بعد كده بتنزل في نص التصميم على رقم 3، وبعد كده بتنزل على رقم 4. فإن العين بتتحرك بشكل حرف Z، وعلى الأساس ده بتلاقي دايما 90% من اللوجوهات بتتحط في اليمين فوق أو في الشمال تحت، في اليمين فوق أو في الشمال فوق. طيب برضو انا بصراحة بشرحها، بس انا يعني من وجهة نظري لا، يعني الجزء اللي جاي بعديها اهم بكتير. دي نظرية تانية بيقولك برضو ان العين بتتحرك برضو على شكل حرف زي، بس بفرق هنا انها بتتحرك في شكل مربع نوعا ما، وان التصميم بتاعك بيبقى متقسم 4 ارباع. الربع الاول على الشمال بيبقى هو اهم جزء، الربع التاني بيبقى تاني جزء، الربع التاني التالت تالت جزء، وهكذا. طبعا في التصميمات العربي بن ايه بنعكس حرف الزي ده، بحيث ان دي تبقى رقم 1، دي تبقى رقم 2، دي 3، دي 4، وهكذا. طيب ده بقى الجزء المهم جدا بالنسبة لي، ازاي انا هتحكم انا جوه بحركة العين جوه التصميم. وده سؤال ليكم لكم، ازاي ممكن انا بقى اتحكم؟ سيبك من النظريات، ازاي ممكن اتحكم في حركة العين جوه التصميم؟ اتفضل يا علي. اه تمام كده. سامعك. تمام. هتحكم في حركة العين جوه التصميم عن طريق التسلسل البصري أو الهيراركي تمام. والأهمية بتاعت الحاجة. حلو جدا. يعني مثلا أنا الديزاين بتاعي يكون فيه 1 2 3 4، أنا اللي هتحكم أقول هو يشوف إيه الأول وما يشوفش الإيه بناء على الكونتراست وتطبيق المبادئ بتاعته. تمام، حلو قوي. ماشي، شكرا يا علي، اجابة صح. عظيم. طيب اتحكم عن طريق ايه؟ بتحكم فيها عن طريق 4 حاجات. بتحكم فيها عن طريق الكونتراست بالانواع بتاعته، زي ما علي قال بالظبط. بتحكم فيها عن طريق الكونتراست في اللون، ان انا ممكن العنوان الاساسي بتاعي يبقى هو كونتراستد جدا مع مع الخلفيه، ونسبه الكونتراست بتاعته كبيره. فبالتالي ده العين هتشوفه اكتر. العنوان اللي تحتيه ممكن اعمله بلون يكون درجه الكونتراست بتاعته مع الباك جراوند اقل، فبالتالي هيفقد أهميته البصرية. ممكن أتحكم فيها عن طريق اللاينز والأرس، زي مثلا هنا، فأنا بدأت عينك تقرأ من هنا، فتحويل قصة لصورة وتفهموا الشيب ده قدام. فاللاينز والأرز بتتحكم فيه. الصورة اللي هو الاتجاه الشخص، أو نظرة الشخص، إيد الشخص موجودة فين. فبالتالي ده كله بيودي لجزء معين. فمثلا اعتقد ان انا مطبقها في حاجه عندي انا، اشرح لكم عليها. زي مثلا هنا، فانت لو بصيت هنا مثلا هتلاقي ان هو الفوكال بوينت بتاعتك او الحاجات كلها خارجه من نقطه واحده بس. بالمناسبه ده يعتبر نوع من انواع الجريد سيستم. تمام، يعني اشرحه قدام. بس هتلاقي ان هنا الاتجاه كله بيودي في الجزء بتاع العين. كل حاجه موديه في الجزء بتاع العين. المثلث اللي نازل من فوق، والكلام فواخد فيجوال هيرايكي. فانت حاجه من الاتنين، يا اما عينك هتشوف هنا، يا اما عينك هتشوف هنا. في الغالب عينك هتقع على الجزء ده، لان هو واخد الفوكال بوينت الاساسيه وطالع منه كل العناصر. كذلك الامر تقريبا برضو هنا. طيب كذلك الأمر هتلاقي هنا مثلا إن التكوين بتاع الصورة واخد تكوين هرمي. فبتلاقي الفوكال بوينت بتاعتك هو الجزء اللي في النص، هو اللي واخد الفوكال بوينت. بس كتكوين هرمي هتلاقيه بيشير أو بيوجه هنا فوق، إن هو عميد الكرة المصرية، أو إن هو المثلث بتاع التصميم. فهو واخد تكوين هرمي يعني. فبرضو الصورة بتتحكم في حركة العين، أو اتجاه الصورة بتتحكم في حركة العين. كذلك الامر في الوايت سبيس. انا لما بجيب لك تصميم مثلا باك جراوند بيضة تماما، زي مثلا كنت عامل هنا، مثلا زي ما كنت عامل هنا، فده يعتبر ديزاين. فانا لو جيت هنا وقلت لك ان الباك جراوند البيضاوي الكلام تحت، فالوايت سبيس مدية الكلام. طبعا مقصود بالوايت سبيس مش المساحة البيضاء، مش الباك جراوند البيضاء. الوايت سبيس مقصود بيها الفراغ بشكل عام. طيب فهتلاقي ان الكلام هنا موجود، فهو واخد اهميه كبيره جدا عشان خاطر حواليه مساحه فارغه او حواليه مساحه فاضيه كبيره، فهو اللي موجود، فبالتالي واخد اهميه. فانت ممكن تتحكم في حركه العين عن طريق الوايت سبيس. طيب ده كده كان جزء الانسيافير. طيب
بعد كده عندنا التناسق. ايه هو التناسق؟ التناسق هو شيء وهمي او حاجة وهمية بتوحي بتوزيع العناصر في اتجاه معين. والتوازن بيبقى ليه 3 اشكال: ان هو تكون توازن جانبي، ان الحاجة تكون كلها على اليمين، او ان هو يكون توازن في المنتصف، زي مثلا ما يكون حد بيقول ليه ما نحطش لوجو رحلة عبر الزمن في النص، عشان يبقى كل حاجة متناسقة مع بعضها في النص، فيبقى تناسق منتصف. او تناسق مائل، ان الحاجات كلها بتكون بتميل لعنصر او بتميل لشيء معين. فلو جينا بصينا مثلا على تصميمات زي اللي قدامكم دي، هتلاقي مثلا ان كل تصميم فيهم هتلاقي مثلا ده تصميم التناسق فيه في المنتصف، كل حاجه فيهم جايه في النص. وهتلاقي مثلا التصميم زي ده كل حاجه فيهم يمينها زي شمالها، هو واخد زي مربع واخد مستطيل ماشي بيه ومتحرك فيه من خلاله. هنا مثلا برضو نفس القصة، هو لا واخد تصميم، لا واخد جانبي ولا واخد ملون، وفي نوع من أنواع كسر الجمود أو الموشن جوه التصميم معمول في الشيب ديت، وتقاطع الشيب مع الشيب، وفي نفس الوقت الشيب اللي هنا اللي معمولة راوندد، مع كمان الصورة واختلاف الألوان، توظيف اللوجو، توظيف العناصر. بس في الأول وفي الآخر أنت لو قسمت التصميم في الغالب نص يمين زي شمال، هتلاقي إن الدنيا متناسقة. طيب، وهنا عايز أسأل سؤال مهم أوي أوي أوي. ليه انا مع الشبه الخضراء اللي في التصميم في النص دي، ليه ما خليتهاش كبيره وتبقى يعني بنفس المحاذاه بتاعه الشبه البيضاء؟ لو حد رفع ايده يتكلم على تويتر. ما محتاجش نفس الأهمية ليه. برافو يا سلمى، برافو يا سلمى. لاني لو انا خليت الشيب بنفس المحاذاة دي، هيبقى عندي كتلة اللون كبيرة، يعني كتلة اللون كبيرة في التصميم، فهتحس بخلل. اما التشابه او اختلاف الاحجام بين حجم الشيب البيضاء وحجم الشيب الخضراء مخلي عينك مرتاحة شوية. انا مثلا لو رجع بيا في حاجة في التصميم ده، ممكن بس اللي انا اعمله ان انا اخلي الشيب دي راوندد من هنا. عندك مثلا كان في حد في مرة قال لي طب دي مكانها مش أحسن حاجة، أمير منطقة الجوف كانت ممكن تبقى في النص، بس هي لو بقت في النص برضه هتخل بالكتلة، عشان خاطر كلمة أمير منطقة الجوف مع الشيب الخضراء وزن الكتلة بتاعة الجزء ده، لأن الجزء ده الشيب بيضاء واخدة كتلة كبيرة جدا مع الخل... واخدة كتلة كبيرة جدا مع الخلفية زرقاء والشيب بيضاء، فالخلفية الشيب كونتراست جدا، في نفس الوقت جواها تكست كتير وجواها لوجو، فالموضوع كان هيكون صعب في ان احنا ان انا اجيبها في النص، او ان انا اجيبها يمين او شمال. طيب، نفس القصة هنا هتلاقوا ان برضو كل حاجة قصادها حاجة. طيب، عندنا تقريبا دي اخر حاجة معانا النهاردة، الا وهي التوازن. طيب، اهم حاجه في كل حاجه في اي حاجه. طيب، لو عرضت عليك تصميم زي ده وقلت لك التصميم ده متوازن ولا لا، هتقول لي ايه اجابات؟ او حد يطلع يتكلم. هل التصميم ده متوازن؟ يلا اتكلم على طول. متوازن. اه تمام، شغال تمام، كتل مظبوط، مفيش حته اتقل من حته. ماشي. طب وكده؟ مظبوطه ده كده اللي برضه. متوازن. ايه؟ ده كده اللي متوازن. التاني بالنسبة لي مكانه ان هو متوازن، علشان مش في حتة التكست، في حتة الشاب اللي ورا هو واخد مساحة في النص كبيرة، وعلى على الجناب في نفس الحتة بالنسبة لي مش ألطف حاجة. فده كده الكلمة اللي وراها بالحجم ده خليتها متوازنة أكتر. طيب، حلو جدا. طيب، ده مش متوازن، وهقول لكم ليه مش متوازن بس بعد ما اوريكم التصميم ده. طيب، هل هنا التصميم ده فيه شيب او فيه عنصر ممكن نستغنى عنه؟ وهل التصميم موزون ولا لا؟ السؤال تاني: هل التصميم ده فيه شيب او فيه عنصر نقدر نستغنى عنه؟ وهل التصميم متوازن ولا لا؟ ده التصميم. يلا. هو متوازي، لان لو كتل قسمناه مثلا هتلاقي يمين زي شمال فوق قد تحت. ماشي. ممكن نشيل ايه؟ يعني مش عارف، ممكن نشيل حمل تطبيق، ممكن نشيل تليفون. ممكن شيل التليفون.
اه مين اللي بيتكلم؟ انا علي. ماشي يا عم ماشي. ما تطلعش منك دي. ما تطلعش منك يا علي خالص والله. طيب ماشي. بالنسبة لي ممكن ما يكونش متوازن قوي. انا متفق مع كلام علي ان هو نفس الكتل وكل حاجه، بس انا عندي مشكله في حته اخر تكست او اخر لاين، في حته تجنب تحميل التطبيق. التجنب هنا هي منفرده لوحدها بطريقه شاذه عن بقيه التكست عموما. يا اما بالنسبه لي، يا اما تتحط في شيب زي من المنصات الموثوقه، يا اما تتساب فاضيه في العموم بس تكون برضه في النص، عشان الهيراركي بتاعت التصميم كلها في العموم هي رايحه اتجاه إن التكست كله في النص. لو بالنسبه لي انا، لو هشيل حاجه انا ممكن اشيل او مش هشيل. انا هخفف حجم الكيو ار كود بس هخليه باين. تمام ماشي. طيب حلو جدا 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 جدا. انت قلت حاجة لذيذة هرد عليها الأول وبعد كده نرجع. انت بتقول تجنب موجودة كانت محتاجة انها تكون مثلا في النص، صح؟ اه، ربنا يستر يعني. طيب أسألك سؤال. العين لما بتيجي تترجم عنصر أو بتشوف عنصر أو بتسكان أو بتقرأ عنصر، بتقرأه أسهل من اليمين ولا من الشمال ولا من النص؟ عنصر عربي، نص عربي زي تجنب دي. اكيد من اليمين. برافو عليك. فهي اتحطت هنا في اليمين ليه؟ عشان هي هتتقري بطريقة أسهل أو بطريقة سهلة من اليمين. حتى لو ماشي أنا، بس ده مش استنى بقى، حتى لو أنا ماشي. هكسر التناسق الكامل بتاع التصميم. يعني التصميم كله التناسق بتاعه في المنتصف، كل حاجة جاية في النص، كل العناصر جاية في النص. بس أنا أما جيت كسرته ليه وعشان إيه؟ كسرته ليه؟ عشان انت اللي قلت بلسانك ان هي في اليمين هتتقري اسهل. كسرته عشان ايه؟ عشان دي جملة بيقولك ايه؟ تجنب تحميل التطبيق من الرواتب المشبوهة والمزيفة. فبالتالي انا ممكن اعمل حاجة غلط كتصميم، يعني كبرنسبلز ديزاينز هي غلط، بس هي صح كيوزر اكسبيرينس. اليوزر لما بيشوفها او الشخص اللي بيشوفها بالنسبة له هتبقى أحسن، هتبقى أوضح، هيقراها، هتوصل له بشكل واضح وصريح من غير ما يدور عليها أو من غير عينه ما تتعب. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن إحنا الهدف من شغلانتنا زي ما قلنا في البداية إن إحنا ديزاين فبنوصل مسج. فأنا ممكن أكسر القاعدة، يعني ممكن أكسر القاعدة عشان المسج بتاعتي توصل واضحة. وده الفرق بين الديزاينر والفنان. الديزاينر عنده قواعد بيشتغل عليها وبيوصلها، القواعد دي ممكن يكسرها بناء على، بالظبط يا علي، اللي هو الأولوية الوظيفية عن الجمالية. أنا ممكن أعمل حاجة وحشة جدا بس مقضية الغرض، أعمل حاجة وحشة جدا وأوصلها المسج، بس في نفس الوقت ممكن أتخلى عن الجمالية عشان المسج بتاعتي توصل بشكل واضح وصريح. فأنا لو عرضت التصميم ده، خلينا نسأل برضو سؤال تاني. التصميم ده 90% من اللي بيشوفوه هما ناس غير متخصصين، فهو مش هيجي يقول لي يا باشا ايه ده تجنب حاططها على اليمين عشان وانت المفروض كنت تحطها في النص عشان التصميم بتاعك يبقى موزون. بس انا لو حطيتها على حطيتها في النص الكتلة اصلا بتاعتي هضطر بقى ان انا اغير الشيب اللي تحت كلمة تحميل التطبيق من الروابط المشبوهة. ففي نفس الوقت تجنب هنا وحطيتها على اليمين ليه؟ حطيتها على اليمين هنا عشان خاطر وكسرت بيها ال الطريقة اللي مش بالظبط. فحطيتها على اليمين ليه؟ حطيتها على اليمين عشان خاطر هي رسالة مهمة، حطيتها باللون الأحمر وهو لون شاذ جوه التصميم، بس عشان خاطر أنا بقول له بص خلي بالك في كارثة، في مصيبة هنا، إن أنت تحمل التطبيق من الرواتب المشبوهة ده ممكن يعمل لك كذا 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 كذا. طيب النقطة التانية اللي مش فاكر أنت ولا حد تاني علق عليها، نقطة الكيو ار كود. الكيو ار كود كان محتاج إن هو يصغر شويه. لا، هو الكيو ار كود مش محتاج يصغر لان جزء كبير
على حسب الكلام اللي اتقال لنا وقتها يعني، ان جزء كبير بياخد الكيو ار كودز دي ويبدا ان هو يعمل لها سكان. فلازم كان الكيو ار كود يبقى واضح. بلس انا عندي الروابط بتاعه الكرييتيف بيها الكيو ار كود دي، الروابط دي مختلفه، فالروابط كبيره. فبتخيل ان الكيو ار كود اصلا ده بالحجم ده ومش واضح. يعني هو اصلا بالحجم ده، ويعني عارف انت شايف في حاجات كتير قوي جوه. يعني كيو ار كود بولد ضخم عشان البرنامج لما جه يترجم التطبيق ده او يترجم الرابط ده لكيو ار كود مطلعه بالشكل ده. فانا عشان اصغره اكتر من كده مش هيبقى واضح اصلا، ممكن ما يتعملوش سكان. فانا اللي بيحكمني ايه؟ اللي بيحكمني الوظيفيه. ممكن يبقى لينك تري واحد بعيد عن كيو ار كود. هل نسق او نسق ممكن يعملوا كيو ار كود يجمعوا فيه كل حاجه؟ يمكن يعملوا لينك تري يجمعوا فيه حاجه؟ هل اصلا صح ان مؤسسه حكوميه يبقى عندها لينك تري؟ انا بكلمك في نسق او نسق، عشان النسق دي معلقه معايا عشان خاطر براند معين يعني. نسق، هل نسق ممكن تعمل لينك تري؟ ما ينفعش اصلا. هي ايوه بالظبط. يعني هل هي، يعني هي مش احمد ماهر هيعمل لينك تري ده؟ انا لما جيت اعمل لينك تري دورت على عملته على لينك مختلف. فما ينفعش ان هي تتعمل في لينك تري، ما ينفعش ان انا اعمل لينك مجمع في مش عارف ايه. فلا، هي بيتعملوا عندهم الموضوع بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن كيو ار كودز بتتعمل بروابط مباشره. ما ينفعش ابدا ان انا اعمل روابط مجمعه. او ممكن اعمل بي دي اف عن نسق او نسق. بعمل بي دي اف عن نسق ويبقى جواه مثلا حاجات تخص البراند بشكل عام، كلها كيو ار كودز او كلها لينكات كليكابل. طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا تاني، هل التصميم في عنصر ممكن نستغنى عنه ولا لا؟ الإجابة لا. طيب الموبايل هو عنصر بصري اساسي عليه، عشان كده استغربت ان انت اللي قلت كده. الموبايل عنصر بصري اساسي. انا لو شلت الموبايل كتلة التصميم هتبوظ بشكل كبير جدا جدا جدا. في نفس الوقت برضه انا بتكلم عن تطبيق نسق، فلازم يبقى في حاجه معبره عن التطبيق. فاكيد هيكون موبايل بابلكيشن موبايل. حتى لما جينا نحط الموبايل استخدمناه بشكل مايل شويه، موبايل يكون مايل شويه ما يكونش واقف في النص، عشان خاطر كتكوين للعين تبقى واضحه، وفي نفس الوقت برضه ما اديلوش اهميه بصريه كبيره. طيب ليه انا ممكن التصميم ده ما ينفعش ان انا اشيل منه حاجه؟ فدي حاجه لذيذه جدا 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 انا بعملها لما اكون مثلا مش قادر احدد هو التصميم ده ممكن ان انا احكمه او ممكن ان انا احذف منه عنصر ولا لا. فهنرجع تاني للملف ده. انتوا عمالين تحرقوا. راح فين راح فين؟ انا بحاول اقلب بسرعه. نرجع تاني للملف ده. فبتبدأ مثلا ان انت تقسم التصميم 4/4 زي كده. تمام. طيب فنيجي هنا مثلا على تصميم زي ده بتقسمه. مثلا انا هنا رحت مقسمه جزئين. جزء يمين نصين، نص بالطول ونص ونصين بالعرض. فاحنا عندنا اول حاجه، عندنا دي مساحه الامام بتاعتي. فانا مثلا تصميم زي ده، الغلطه اللي انا عملتها هنا ان المفروض ان الكتله دي كلها كانت محتاجه تطلع فوق شويه. الكتله دي كده كلها على بعضها، حمل تطبيق نسق بتجنب بكل حاجه، تطلع فوق شويه بس. وتيجي هنا تقسمه بالنص، فهتلاقي ان التصميم النص اليمين زي النص الشمال، مفيش جزء واخد كتلة أكبر من التانية. لو قسمته 4/4 هتلاقي إن الربع ده قد الربع ده والربع ده قد الربع ده. فدي الطريقة اللي أنت تقدر تحكم بيها على التصميم بتاعك متوازن ولا مش متوازن. المفروض إن كل عنصر بيكون بيسمع أو بيودي على عنصر تاني قصاده. واصلة لكم؟ وهنا في نقطة مهمة أوي 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 أوي، ودي حاجة أساسية جدا جدا جدا، إني مش أي حاجة بنوزن بيها. والعنصر اللي ملوش لازمة إحنا بنشيله، العنصر اللي ملوش لازمة احذفه. وأنت شغال على على أي تصميم أو على أي حاجة أنت شغال عليها. اللي مطلوب منك تعمله إن أنت دوس على لاير معينة أو عناصر مجموعة لايرز معينة. دوس اخفي اظهر اخفي اظهر. شوف لو حسيت ان انت اما بتخفيها انت مش شايف فرق، مش حاسس بحاجة، مش حاسس ان الكتلة بتاعتك اتغيرت، حاسس ان هو نفس التصميم، نفس اللوك اند فيل، نفس التحرك بتاعك جوه العين وكل الكلام ده، فدي لاير ملهاش لازمة. شيلها عشان خاطر التصميم بتاعك يبقى بسيط. كل ما التصميم بتاعك كان بسيط كل ما كان احسن كتير.
وهنا عندي مثال بسيط جدا. لو عرضت عليك التصميمين دول، في الغالب في جزء منكم ممكن يقول لي لا ده حلو وده حلو، وفي جزء تاني ممكن اللي هو بيركز بقى وبيركز في التفاصيل وبتاع هيقول لي لا طبعا ده مناسب اكتر. الفرق بين الاتنين مفيش فرق، الاتنين نفس اللاي اوت، الاتنين نفس كل حاجة بالظبط، بس الفرق ان احنا عندنا هنا صورة المسجد وعندنا هنا فراغ في النص. فاللي انا عملته في النص هنا ان انا قفلت الكتلة اللي تحت بالدايرة دي. فبالتالي تدفق حركة العين بعد ما كانت هنا خارجة من تحت لفوق والتكست معمول، النص دايرة بتاعة الباترن اللي اتحطت لما اتحطت في النص بالشكل ده مع اتجاه الصورة أو مع اتجاه المئذنة، اللي حصل هنا إن أنا قفلت لك كتلة التصميم من تحت، ما خليتش عينك مفتوحة أو سايحة من تحت، أنا قفلت لك الجزء اللي تحت تماما. فبالتالي تدفق حركة عينك جوه موزونة. لو عرضت التصميم ده على حد هيقول لك تمام، ولو عرضت التصميم ده على حد وقلت له تختار ده ولا ده هيقول لك لا طبعا هختار ده. اختار ده ليه؟ هختار ده عشان خاطر هنا الدايرة بتاعت الباترن لما اتحطت قفلت العين، قفلت التصميم. مش المقصود بقفلت العين حاجة وحشة، بس أقصد إن هي قفلت التصميم أو قفلت تدفق حركة العين جوه التصميم، وعززت اتجاه المئذنة لفوق، واتجاه المئذنة وهو طالع لفوق مودي على العنوان. فاتجاه المئذنة طالع لفوق مودي على العنوان، فالعنوان لما اتعرض أو لما العنوان بالظبط رد العين على المئذنة تاني. برغم إن أنا بقى مش عارف، حاسس إن تعبير النهاردة مش أحسن حاجة. ف فالنص دايرة تحت فعلا هو رد العين على المئذنة تاني، فقفل التصميم من تحت فوداك على الرسالة الأساسية فوق. وأكتر عنوان أساسي ومهم المسجد النبوي أسس على التقوى من أول يوم كذا كذا كذا، وبعد كده بقى إيه النص اللي تحت. طيب تقريبا دي آخر حاجة. آخر حاجة. طيب مفتاح التصميم، أي تصميم، مفتاح نجاح أي تصميم لاي أوت، انفوجرافيك، ديزاين عادي، سوشيال ميديا، أي حاجة، من وجهة نظري هي البساطة وإن العين تكون بتتنفس، العين تكون بتتحرك وبشكل مريح جوه التصميم، محدد أولويات كل عنصر فيهم، محدد المسج الأساسية بتاعتك، محدد العين هتتحرك ازاي، هتمشي ازاي، هتشوف ايه، وبتحاول ان انت تخلي الموضوع بسيط على قد ما تقدر، وان العين تكون بتتنفس وسايب فراغات بين الفقرات وبعضها، ومحدد فقرات كل عنصر، محدد الفقرات بين كل عنصر والتانية شكلها عامل ازاي. فمثلا لو رجعنا تاني على هنا مثلا على ده، هتلاقي هنا ان حمل تطبيق انسق واخد كتلة مع الموبايل، كلهم كتلة بعنصر بفقرة واحدة موحدة ومحددة. بعد كده من المنصات الموثوقة والكيو ار كودز واخدة فقرة محددة وواضحة جدا بالنسبة للعين. وبعد كده قفلت لك التصميم يتجنب كذا 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 كذا. لو رجعنا هنا تاني فوق على التصميم مثلا ده، هتلاقي ان مثلا متحف دار الفنون الإسلامية والجزء اللي فوق واخد كتلة لوحدها، جزء الأرقام واخد كتلة لوحده، توثيق المتحف للحضارة منذ نشأتها واخد كتلة لوحدها، مدينة اللوكيشن والعنوان واخد كتلة لوحدها. ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت بتسيب فراغات جوه التصميم، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله السيشن الجايه. فالفراغات دي بتخلي ان العين تتنفس وتتحرك جوه التصميم، وتخلق وتنشئ علاقات بين المحتوى وبعض. دي كانت سيشن النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وان شاء الله السيشن الجاي احنا هنتكلم فيها عن اللاي اوت. وشكرا لكم. ومعلش انا اسف النهارده طاقتي باور، انا الباور بتاعي في العاده اعلى من كده يعني، بس يلا هتتعود المره الجايه ان شاء الله. كده الباور القليل ما شاء الله والله. لا الباور قليل.